السلام عليكم. بسم الله. يعني كالعادة غالبا الأيام الجاية كلها قاعد في البيت، عشان خلاص قاعد لي أسبوعين تقريبا على الامتحانات، فأنا قاعد في البيت بقى اللوك إن بقى، فاهم اللي هو تمام. يعني كنت حابب أتكلم في موضوع يعني مش جديد خالص يعني بالنسبة لي. بس دي طعمها جامد فشخ. بص تعال نحكي فيها ببساطة كده. احنا كبني آدمين يعني مع انتشار السوشيال ميديا والنزعه التنافسيه عندنا في اننا بنشوف ناس دايما احسن مننا، النزعه التنافسيه وان احنا نكون نسخه افضل من نفسنا دايما بتزيد، والرغبه في الوصول للكمال تمام بتزيد. يعني من الاخر كده بقى عندنا كده حاجه اسمها الايجو عندنا بقى عالي فشخ بطريقه غبيه. الكماليه او المثاليه دي بيكون سلوك، هي نتيجه. الكماليه هي نتيجه للايجو التعبان بتاعنا ده. من الحاجات اللي بيعملها الايجو واللي بتوصلنا للكماليه هي التوقعات العاليه. دي احد اكبر المشاكل اللي عندنا في حياتنا الفتره دي، في حياتي انا عموما. انا مش عارف باقي الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي. يعني زي ما قلت الايجو ده هو زي ما نقول كده الكور بليف بتاعنا، وهو اللي بيطلع كل المشاكل اللي عندنا على مستوى الاعتقادات بتاعتنا والمشاعر والافكار يعني. واللي كل ده في الاخر بيودينا للسلوكيات هبله بتبوظ لنا حياتنا في الاخر. فاحنا عندنا الايجو ده بيخلينا دايما عندنا توقعات عاليه، والتوقعات العاليه بتوصلنا ان احنا نتصرف بشكل كمالي في حياتنا، والتصرف بشكل كمالي في حياتنا بيخلينا نجيب نتائج زي الخرا، فنبدا نزعل. تمام. مع دخولي للسكه المتعبه دي عموما بدات اقرا كتير ان دايما التوقعات العاليه بتبقى مصحوبه باحباط. هي قاعده كده لازم تفهمها. توقعات عاليه مصحوبه باحباط، هتستنى من نفسك كتير هتحبط. تمام. توقعات عاليه مصحوبه باحباط، الموضوع بسيط خالص. احنا كبني ادمين يعني البني ادم لما بيبدا يكبر يتقدم في العمر ويوصل لمستوى معين من النضج النفسي كده شويه، بيبدا يظهر في حياته حاجه اسمها الاكسبتنس، القبول. ان هو يبدا يقبل الحياه بشروطها، ما يبقاش بيتعامل مع الحياه زي الاطفال. كل ما حد ياخد منه حاجه، حد ياخد منه لعبه، حد ياخد منه اكل، يقعد يعيط. لا، بيبدا يتولد عنده حاجه اسمها القبول. مع وجود القبول بتتواجد نوع من السكينه، تيجي زي ما تيجي. انا بعمل اللي عليا في الحياه دي. ومع وجود القبول بتتواجد المسؤوليه، ان انا مستعد اتحمل مسؤوليه كل حاجه بتحصل في حياتي. مع وجود المشكله هبدا اتعامل معاها واحاول احلها. القبول في سلام نفسي، في محاوله لحل المشكلات. القبول بيعمل سلام نفسي. التوقعات العاليه دايما بتكون في علاقه طرديه مع مستوى القبول. انت بتدور على ايه الحاجات اللي من حقي، الحاجات اللي انا عايز اخدها. فلو ما خدتهاش مش هتقبل الحياة، انت مش هتقبل. ده حاجة طبيعية جدا. لما مستوى القبول بيقل، السلام النفسي والسكينة بتقل، ومشاعر الألم، مشاعر الإحباط، مشاعر لوم الذات والخزي والعار وكل القرف ده بيبدأ يظهر. ليه؟ انك مش بتقبل الحياة بشروطها. حاول يعني تاخدها قاعدة كده. لما تكون مضطرب شعوريا، حاسس ان في حاجه حرقاك كده من جوه نفسيا، مش مرتاح. ما بتكلمش هنا عن مشكله عضويه، مثلا ما يكونش انت عندك مشكله في التنفس وتقول لي لا، انا بتكلم شعوريا. انت تبقى متضايق مخنوق. دور كده في اللي جواك. هقول لك ازاي تدور. هتلاقي ان انت في حاجه في حياتك انت مش قابلها، في حاجه في حياتك انت يعني كده اللي هو ايه، انا مش قابلها. انا مش قابل يعني في شخص معين، في موقف معين حصل، في مشاعر معينة طلعت انت مش قابلها. فمع اول حاجة انت تكتشف نفسك ان انت مش قابلها، هتلاقي نفسك حاطط من ناحية الحاجة دي توقعات عالية. تمام، نعمل ايه؟ هقول لك اصل بص، انت يعني لازم تتعامل مع الموضوع ده، لان مستوى سكينتك وسلامك النفسي قل. ده هيأثر على سلوكياتك في الحياة. خدها قاعدة. انت طالما من جوه نفسيا مرتاح هتأدي في كل حاجة بشكل كويس. نفسيا مش مرتاح، حاسس انك مخنوق، حاسس انك مضطرب، مش هتأدي في كل حاجة كويس.
هتبدا تحس بمشاعر ذنب، بمشاعر خزي. هتبدا تتحاول تتعامل بشكل لما النتائج بعدين تبقى سيئه، هتبدا انت عايز تعمل نوع من انواع التعويض، فهتحاول تتعامل بشكل كمالي مع الامور. انا مثلا مع بدايه ظهور الموضوع ده في حياتي بدات اجيب درجات سيئه في امتحانات مثلا تمام. جيت درجات سيئه في امتحانات معينه، بدات لا احاول تظهر عندي الكماليه، ان انا عايز اعوض ان انا كنت سيء قبل كده، فانا حابب اكون جيد دلوقتي. بقى منطلق الحركه بتاعتي ومنطلق المجهود والسعي بتاعي مش منطلق ان انا عايز احقق هدف او اوصل لحاجه كويسه انا بحبها، او اعلي مكانتي بشكل ما في المجتمع والكلام ده. لا، انا عايز اعوض اللي فات، عايز اعوض ان انا كنت قيمتي قليله قبل كده. فاهمني؟ فكل المشاكل دي تبدا تظهر لما سلامك وهدوءك النفسي بيبدا يحصل فيه اضطراب. تمام. هتقول لي تمام، هنحل الموضوع ازاي؟ برضو مش فاهم. هقول لك بص، احنا زي ما قلنا عندنا الايجو تمام. الايجو ده دايما بيلعب على نقطه انا ايه من حقي، يعني انا عايز ايه، انا عايز اوصل لايه، ايه النتيجه اللي انا عاوزها، ايه الحاجات اللي انا متوقعها، انا عاوز، يعني فاهم، انا عاوز. ده الايجو. فاول حاجه لازم تشتغل انك انت السعي اللي بتسعاه انت بتبذل، يعني انت بتدي مش بتاخد. من الحاجات اللي بتساعد انت تقلل الايجو عندك انك تساعد اللي حواليك عموما، حتى لو هم مش ما طلبوش منك مساعده. فكره ان انت تحاول تتواضع وتنزل شويه من الكرسي تنزل شويه من السلالم اللي فوق اللي انت واقف فيها، يعني شويه هيقلل الايجو. ده على مستوى الايجو، يعني دي الحاجات اللي انا وصلت لها لحد دلوقتي، يعني او اكيد في حاجات تاني. في برضو بالنسبه لنقطه ان الايجو بيولد احباط. الاحباط ده بيكون شعور، والشعور ده بيولد توقعات. التوقعات دي ممكن نقول ان هي بتكون افكار. تمام. فاحنا الحاجات اللي احنا اللي احنا في ايدينا نعدلها هي المشاعر والسلوكيات بتاعتنا. تمام. دايما هتلاقي ان احنا السلوكيات بتاعتنا بتتجلى بشكل ان احنا مستعجلين وبنجري من حاجه، مش عارفين بنجري من ايه، بس هو بنجري من حاجه وخلاص. فدايما اتعامل مع الامور بالراحه وبالهدوء. تمام. وحاول تمشي بشكل منظم مش بشكل عشوائي، ايا كان شكل التنظيم ده ايه، بس بشكل منظم. تمام. ده على مستوى تعديل السلوك، وهتلاقي دماغك بتلح عليك ان انت تجري، وحاول ما تجريش حتى لو عارف ان انت ما هتتاخر. على مستوى الافكار والتوقعات العاليه، الافكار مشكلتها في حاجه، ان كل ما بتقاومها، كل ما بتفكر فيها، كل ما بتكبر، وكل ما بتكبرها كل ما الشعور بتاعها بيزيد. فانت عندك احباط، هتقعد تقول انا مش عايز احبط، انا مش عايز احبط، انا مش عايز احبط، هتلاقي نفسك بتحبط اكتر، والشعور الاحباط بيزيد. انا لو قلت لك ما تفكرش في حصان اسود، هتقعد تفكر في حصان اسود. لو قلت لك فكر في حصان اسود، مش هتفكر في حصان اسود، يعني فاهم؟ دي سياسه الافكار، كل ما بتحاول تقاومها بتزيد. كل ما بتوجه تفكيرك لحاجات تانية غيرها، الافكار تانية غيرها، بتبدا ايه، سطوتها تقل. فانا حاسس باحباط، هبدا اتعايش كده، اللي هو خلاص سيب شعور الاحباط ده موجود، ما تقاومهوش، اقعد معاه، خليه قاعد معاك كده وانت بتشتغل. وجه تفكيرك لحاجات تانية كويسه، خليك دايما ممتن، احمد ربنا، اجرد امتناناتك دايما. يعني ركز على الحاجات الايجابيه في افكارك، تبدا المشاعر السيئه مع الوقت تختفي. عموما موضوع لذيذ خفيف، محور من المحاور اللي بتبوظ يوسف حياته. انا زي ما انا، هو دايما يعني الكلام ده كله انا بقوله ليوسف، مش بقوله لحد تاني. اتمنى الفيديو يطلع حلو والموبايل يطلع بيصور كل ده، عشان انا بصور بالكاميرا الخلفيه المره دي مش الكاميرا الاماميه. بس يعني لو ممكن نلم الموضوع تاني بسرعه، احنا عندنا ايجو، ده الكور بليف بتاعنا. الايجو ده بيولد افكار معينه. ايه الافكار المعينه دي؟ ابرزها اللي انا اتكلمت عليه النهارده هو التوقعات العاليه. التوقعات العاليه دايما بتركز ان انا عايز اوصل، عاوز اجيب، عاوز احقق. تمام. التوقعات العاليه دي بيصاحبها دايما انت، يعني سلوكياتنا وافعالنا عمرنا ما هتوصل لان هي توصل للتوقعات العاليه دي.
فهنحس باحباط، ومشاعر الاحباط هتكون موجوده، فهنحس بعدم سلام نفسي، وهنحس بان ان احنا مخنوقين كده والكلام ده كله. وبالتالي هنأدي الحياه بشكل اقل. فمن الاخر نحاول نتعامل مع الافكار زي ما قلنا، ان احنا دايما نوجه تفكيرنا لحاجات ايجابيه اكتر من الحاجات السلبيه. نركز ونحاول دايما ما نفكرش كتير. التفكير الكتير بيكون اساسا هو وسيله حمايه من دماغنا عشان نحمي نفسنا، بسبب ان احنا خايفين. انت خايف من الفشل، فهبدا افكر عشان اتحكم في الامور عشان ما افشلش. لا، دايما ابدا من منطلق ان انت تحس انت حاسس بايه. لما توصل انا حاسس باحباط، انا حاسس ان قيمتي قليله بسبب ان انا ما ذاكرتش كويس النهارده، تبدا تعرف ان في مشكله، فتبدا تحل المشاكل دي. حاسس ان الفيديو ده هيبقى عبثي فشخ يعني عموما، بس بكون بحب الفيديوهات اللي انا بفتح الكاميرا كده واقعد اقول كلام كده، افرغ من دماغي كده كلام يعني. مبسوط يعني. كوبايه شاي مخلصتش، هلحق اخلص الشاي والكنافه دول عشان الفجر خلاص يعني. بس سلام.